تعال نسمع الأول ماجي خرام في التالوت، وبعد كده آباء الكنيسة عندهم إنه المسيحيين بيعبدوا ثالوث. نعم. دافعوا بعض الكنائس عن فكرة الثالوث بهذا الشكل، بس هذا الشكل فيه مشاكل كتير صراحة. بمجرد نحن نقول إنه الآب هو الله، الابن هو الله، الروح القدس هو الله، فعندي إله 2 3، وكملوها وشو قالوا؟ قالوا الآب ليس الابن، والابن ليس الروح القدس، الروح القدس ليس الآب. فهون الناس ضاعوا بزيادة. قال لك إذا هدول 3 آلهة مختلفين. صح. في عنا نحن مشكلتين بهذا الرسم، هن سموه مثلث ذهبي. عندهم مشكلة في عقيدتهم المسيحية في الإله. احنا هنسمع طبعا فيديوهات ماجي وبعد كده فيديوهات الآباء وبعد كده نعلق على فيديوهات ماجي نقطة نقطة. ما بعرف ليش، وترجموه للغات. أول مشكلة إنه عنا 3 آلهة مختلفين عن بعض. المشكلة الثانية إنه مو معروف مين منبثق عن مين، الآب عن الابن ولا الابن عن الروح القدس. بصراحة معهم حق غير المؤمنين إنهم يظنوا إنه المسيحيين بيعبدوا 3 آلهة، لأنه مجرد عندهم حق المسلمين اللي هم احنا إن نقول عليهم مشركين بيعبدوا 3 آلهة. لفظ ثالوث أنت عم تحكي عن 3. ندخل مع بعض الآن بقى في أكبر آباء المسيحية الآن، ومعانا الآن شخص من أكبر آباء الكنيسة الأنبا بشوي وهو بيشرح التالوت. شوف أنت كمؤمن موحد، كشخص عندك عقيدة بالله عز وجل بالإله الواحد، كيف تقبل وكيف تفسر بينك وبين نفسك، كيف تفهم هذا الكلام؟ جوهر واحد، ثالوث. هي دي وحدانية الله، ولكنه 3 أقانيم متميزة يعني الآب غير الابن غير الروح القدس. ولاحظوا يا شباب، انتوا خدام طبعا مش كده؟ لو انت جيت في اجتماع شباب عندكم في الكنيسة وشرحت الثالوث بالطريقة دي، هتلاقي بعض الناس يتخضوا ويشتكوك ويقولوا الحقوا في أخ هرطوقي جالنا واتعلم في أسقفية شباب الهرطقة وجه يعلمنا حاجات زي كده. فخليكوا حنينين كده بالراحة على الناس، لأن هو لما حد تقول له الآب غير الابن يتخض. بينما هي بنقولها احنا باستمرار في صلواتنا، بس للأسف الناس بتقول ومش مركزة. بيقولوا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، يعني نسجد ل3 أقانيم. نقول باسم الآب الذي هو الابن؟ لا. ولا بنقول ايه؟ الآب اللي في السماء. الابن. هل المسيح قال أنا هو الآب؟ لا. قال من رآني؟ يعني ايه فقد رأى الآب؟ كأنه لا كأنه شاف الآب. احنا 2 نفس الشكل يعني. وبعدين قال أنا والآب واحد. عارفين الآية دي في القبطي؟ نحن. بيقول أنا والآب نحن واحد. كلمة نحن دي موجودة في القانون. يبقى كم إله كده؟ يبقى كم إله؟ في القبط نحن واحد. الثالوث جوهر واحد. كلمة جوهر يعني المعدن بتاعه. أنا جوهري human being، أدي الجوهر الإنساني. خلي بالكم احنا كلنا بنشترك في جوهر واحد. يبقى كل البشر جوهر واحد وكل البشر تعدد. فالاب عندكم والابن المفروض بحسب تنزلا على كلامكم بتقولوا جوهر واحد، يبقى المفروض برضو تعدد. واحد معدد زوجات، واحد متجوز زوجة أولى وثانية وثالثة ورابعة، ينفع يقول لا ده مش معدد؟ تقول له ليه؟ نقول لك لأن الزوجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ال4 من جوهر واحد، فيبقى ده توحيد ولا واحد؟ لا طبعا، اسمه تعدد مع انهم واحد في الجوهر. يعني المعدن بتاعه أنا جوهري human being، أدي الجوهر الإنساني. خلي بالكم احنا كلنا بنشترك في جوهر واحد. كل البشر جوهر اسمه الهيومن بينج، البشرية، الناسوت. كلنا ناسوت واحد. كل واحد فينا بقى له صفات شخصية، طويل قصير، ذكي زيادة، كذلك جميل وحش. كذلك الأقانيم كل أقنوم فيهم ليه شخصية. خدين بالكم أسمر أبيض أشقر عينيه مش عارف لكن كله في الآخر جوهر بشر. فنشترك في جوهر واحد.
بس احنا اشخاص مختلفين. متعددين متفرقين. ايه؟ لا مش صفات. انت صفة ولا لا، شخص؟ الأقانيم مش صفات. انت ايه؟ شخص. احنا اشخاص منفصلين عن بعض، يعني ما احناش كيان واحد، احنا بنشترك في طبيعة واحدة يسميها التسبيحة عجينة البشرية. في الثالوث حاجة زي كده بس تختلف، حاجة ان الثلاث اقانيم جوهر واحد زي ما احنا جوهر واحد، بس الثلاثة اقانيم مش منفصلين عن بعض، معناها مش زي انا وانت هي وانت. برضو هي ما تجيش بس ماشي. علشان كده لما واحد يشرح يقول لك الاقنوم يعني شخص، ما تتخضش، هي شخص، بس الفرق ان هو ايه؟ شخص غير منفصل. الاب شخص والابن شخص والروح القدس شخص، الثلاثة اشخاص في وحدة. بيقول لك 3 أشخاص في وحدة. أنا ما عنديش مشكلة وحدة، لأن أنا عارف خلاصة الوحدة إيه، زي بالضبط وحدة الزوجات الأربع. لكن كم شخص؟ 3 أشخاص. زكريا بطرس بيعبد كم شخص؟ 3 أشخاص، حتى مش 3 آلهة، 3 أشخاص. 3 أشخاص، 3 كائنات حية. الكلام اللي انا جبته ده من عندي اكبر علماء المسيحيه في العصر الحالي الانبا رفائيل. لا اصبر، حلقه النهارده احنا لسه بنبدا. الناس اللي على الفيسبوك واليوتيوب والبث المباشر احنا لسه بنبدا، اصبروا معانا الان درر باذن فيديوهات، وبعد كده هنرجع لفيديو ماجي خرام. مساله التالوت مع الانبا رفائيل من اكبر علماء المسيحيه، بيقول وبيعترف ان في ناس كتيره من المسيحيين ومن زكريا بطرس ما يعرفش التالوت صح، ومنهم ماجي خرام ما يعرفوش التالوت صح. اللهم لك الحمد على نعمة التوحيد. ما هو لولا ان التالوت معضلة ومشكلة ما كانوش اختلفوا فيه كده. لو كان توحيد لله عز وجل بدون فلسفة ودخول فلسفات، كان زمانهم بقوا سهل بالنسبة لهم الإيمان، وسهل بالنسبة لهم الحقيقة وتوحيد الله عز وجل. حتى اليهود، انت تعرفوا ان اليهود توحيدهم سهل جدا وبسيط. تعال نشوف التالوت من وجهة نظر شخص من أكبر علماء المسيحية في العصر الحالي، الأنبا بشوي. لما هاجي اتكلم في المجامع، احنا في سنة أولى دلوقتي هنا في معهد رسالة، قابل للاعتدال. آخر حاجة بقى عشان نبقى خلصنا القسطنطينية، بدعة سابيليوس والرد عليها. ادعى سابيليوس إن الله أقنوم واحد ب3 أسماء. عندما خلقنا كان هو الآب، وعندما خلصنا صار هو الابن، وعندما قدسنا دعي الروح القدس. وبذلك فهو رفض عقيدة التثليث في مفهومها السليم. وللأسف فإن عدد ليس بقليل من عامة الشعب المسيحي يعتقدون أن الآب هو الابن. غلط جدا جدا. مر معايا عشرات المرات ناس فاكرين ان الاب هو الابن، او فاكرين ان قنوم الاب الابن، او فاكرين ان شخصيه الاب هي شخصيه الابن. لا، مش شخصيه، مش مختلف، مش متفقين في الشخصيه، ولا متفقين في الاقنوم، ولا متفقين في الذات، ولا متفقين في الكيان، ولا متفقين في الطبيعه حتى. لأن طبيعة الآب مختلفة عن الآب. لا يرى، الابن يرى. الآب لا يتجسد، الابن يتجسد. الآب لا يضرب، الابن يضرب. الآب لا يموت، الابن يموت. وأنه عندما تجسد الآب من العذراء مريم وولد منها، دعي ابن الله بسبب ولادته بدون أب من العذراء. يعني بصراحة كده وبدون مواربة، كتير من الناس بقابلهم ألاقيهم فاكرين إن الآب هو الابن، وهم بذلك يعتقدون بما يشبه عقيدة سابيليوس دون أن يقصدوا ذلك، ويحتاجون إلى إرشاد وتوعية على قدر المستطاع.